هقول لكم على حاجة تخليه طري زي الفطير. السلام عليكم، اهلا بكم في قناة سمبوسة وبسبوسة. النهاردة هنعمل ان شاء الله مع بعض صينية الرقاق اللي هتخليك ان شاء الله ما تنسيش جمالها. هنجيب معلقتين سمنة ونبشر بصلتين نقلبهم في الزبدة او السمنة، وبندبل البصلاية لغاية ما تبقى صفرة خفيف كده دهبي فاتح قوي، ونكون محضرين نص كيلو لحمة مفرومة وهنضيفها على البصلاية بعد ما بقى لونها ذهبي فاتح، ونقلب نديها صدمة مع البصل. وبعدين نضيف البهارات، معلقة صغيرة 7 بهارات، نص معلقة صغيرة فلفل اسود، ومعلقة صغيرة ملح، ونقلب. وبعد كده انا بحب اضيف ربع كوباية صغيرة مية مع اللحمة المفرومة عشان تساعدها على السوا، واللي مش حابب الخطوة دي ما يعملهاش. ونقلب. اللحمة شربت خلاص المية، استوت اللحمة. بعد كده هنجيب صينية او حاجة ونحط فيها الشوربة ونسخن الشوربة على النار. لازم الشوربة تكون سخنة للرقاق. ونجيب 4 معالق كبار زبدة ونسيحهم. بعد كده هندهن الصينية كويس بالزبدة او السمنة، ونحضر الرقاق ويكون عندنا الشوربة سخنة. هنبل الرقاق في الشوربة على الناحيتين، ونبدأ نرص في الصينية. هنبدأ في الرقاقة التانية ونرص وندهن زبدة أو سمنة بين كل طبقتين هنحطهم عشان يبقى مورق وجميل. ونكمل ونحط زبدة. الشوربة لو بردت مننا قبل ما نخلص ندفي الشوربة تاني عشان الرقاق يبقى طري. بعد كده هنحط اللحمة اللي عصجناها في النص. انا حطيت 4 وحدات رقاق طبقة تحتانية، وبعدين حطيت اللحمة المعصجة في النص. واضغط بايدي وابدأ اعمل في الطبقة الفوقانية ان انا ابدأ ابل الرقاق في الشوربة السخنة زي ما قلنا، ونحط وبين كل طبقتين برضو زبدة سايحة او سمنة. وهنا عندي حاجة مهمة، عدد طبقات الرقاق اللي تحت هتبقى قد عدد طبقات الرقاق اللي فوق عشان ما تبقاش طبقة اعلى من طبقة. واللحمة المعصجة زي ما اتفقنا في الوسط. ابل الرقاق واحط، وهحط زبدة واضغط بايدي كده. انا خلصت. ويدخل الفرن على درجة حرارة متوسطة من تحت، وبعد كده لمدة 10 دقايق ونطلعه على الشواية. وهقول لكم على حاجة تخليه طري زي الفطير. بعد ما يخرج من الفرن نغطيه على طول لمدة نص ساعة. وده شكله بعد التقديم. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش لايك وشير وسبسكرايب. مستنية رأيكم في التعليقات. مع السلامة.